بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يحبون هذه الحروف الفلانية، الأدلم الفلانية. اليوم سندرس الدرس الأول. هذا الدرس سندرسها باللغة العربية. لماذا؟ لأن بعض الفلانيين يحتاجون إليه لأنهم يتكلمون اللغة العربية ويريدون أن يفهموا هذه الحروف. إن لهذه الحروف حقيقة أناس يدرسونها في كل مكان إلا بعض الأماكن. إن شاء الله هي تدرس أيضا في الإنترنت كما تشاهدون. وأهلا بكم ومرحبا في هذا الدرس الكريم. فدرسنا اليوم كما هو معلوم نتعلم عن الحروف الأدلم الفلانية. فدرسنا اليوم إن شاء الله يتعلق بالحروف الأدلم الفلانية. كما تشاهدون هنا الأرقام باللغة الفلانية كما تشاهدون، وهنا مكتوبة الأدلم الحروف الفلانية، وهنا مكتوب طريق القراءة بالعربية واللاتينية، كيف تقرأ هذا الحرف باللغة العربية أو اللاتينية. وهنا الحرف المناسب بالعربية، يعني حرف الذي يناسب هذه الحروف أو هذا الحرف باللغة العربية. الحرف المناسب باللاتينية، الحرف الذي يناسب هذا الحرف باللغة اللاتينية. شاهدوا معي يا إخواني الأعزاء، هذا الدرس إن شاء الله سوف تساعدكم كثيرا لكي تفهموا هذه الحروف. وهنا نتطرق جميعا إلى تعليم هذا الدرس، يعني هذه الحروف، وهي 28 حرفا. هذه الحروف 28 حرفا كما تشاهدون. هنا واحد والأخير، وحرف الأخير هنا، حرف الأخير 28 مكتوب هنا 28. يا إخواني الأعزاء، هذه الحروف تكتب من اليمين كاللغة العربية. نحن الفلاتة قبيلة مسلمة، تكتب من اليمين إلى اليسار. هذه الحروف تكتب من اليمين إلى اليسار. وثم تلاحظون من بين الحروف حروف حمراء. هذه الحروف الحمراء هي الحركات. هذه الحروف الحمراء هي الحركات كما تشاهدون، وحركاتها هي خمس حركات: الألف وإ وإي وأ وأو. هذا أو. هذه الحركات هي تعمل كما تعمل حركات اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، ليس كاللغة العربية. إنكم تعلمون أن اللغة العربية لغة نحوية، يمكن أن تكتبها بدون حركات. من يعرف النحو أو الإملاء يستطيع أن يقرأ ببساطة. أما هذه اللغة الفلاتة، حتى ولو كتبتها بالحرف العربي لازم أن تحرك، يعني أن تستعمل الحركات. هذا يجد فيه الناس الصعوبة. لذلك تم اكتشاف هذه الحروف بما يناسب هذه اللغة. هي اكتشفت 1989 في دولة غينيا. أنشأها شابين فلانيين في فوتا جالون، هما من فوتا جالون. هي تدرس هناك كثيرا. إن شاء الله فدرسنا اليوم يتعلق بهذه الحروف
28 حرفا. كما أخبرتكم لاحقا أن أن الحركات هي كالحركات اللاتينية. هذه الحروف الحمراء هي الحركات، هي ألف وإ وإي وأ وأو. كل من أراد أن يدرس هذه الحروف ويفهمها ويستعملها فلا بد أن يحفظ هذه الحروف 28. فلا بد أن يحفظ هذه الحروف. إذا لم تحفظ هذه الحروف فهذا يعني أنك لا تريد أن تفهم هذه الدروس. لكي تفهم الدروس الآتية إن شاء الله لازم تحفظ هذه الحروف، وهي 28 حرفا. إذا لم تحفظها فهذا يعني أنك لا تستطيع أن تفهم باقي الدروس، فلازم تحفظ هذه الحروف. الحروف هي، أنا أقرأها كما يقرأ بالمبتدئ، يعني مبتدئ هكذا يقرأ. ألف، حرف الواحد ألف. دال، دال. لام، لام. ميم، ميم. با، با. سينية، سينية، سينية. ب، ب. هذا الحرف لا تجدونه في اللغة العربية، لذلك تجدون هنا الفراغ. ب، 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 ب. وكمان هذا الحرف أيضا لا تجدونه في اللغة العربية، لذلك تجدون هنا الفراغ. ب، ب. را، را. إ، إ. ف، ف. إي، إي، إي. أ، 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 أ. دا، دا. ي، ي. واو، واو. نون، نون. كاف، كاف. يا، يا. أو، أو. جيم، جيم، جيم. شي، شي. ها، ها. قاف، قاف. جا، جا. نيا، نيا، نيا. تو، تو. nga، nga، nga. هذه الحروف وهي 28 حرفا. وهنا go، دي،
tati, nayi, joyi, jeego, jeeɗiɗi, jeetati, jeenayi, sappo. Sappo e go'o, sappo e ɗiɗi, sappo e tati, sappo e nayi, sappo e joyi, sappo e jeego, sappo e jeeɗiɗi, sappo e jeetati, sappo e jeenayi, noogay. Noogay go'o, noogay ɗiɗi, noogay tati, noogay nayi, noogay joyi, noogay jeego, noogay jeeɗiɗi, noogay e jeetati. كما تلاحظون أمامكم طريقة قراءة بالعربية واللاتينية، نفس ما قرأنا الآن: ألف، دال، لام، ميم، با، سينيجي، ب، ب، را، e, fa, i, o, ɗa, ge, waaw, nuun, kaaf, ya, u, جيم، شي، شي. هذا كما أنك تكتب تشيرنو. تشيرنو إنما تكتب تشيرنو تستعمل هذا الحرف شي. ها، قاف، جا، نيا، تو، نا. هذا هو الحرف المناسب. كما أخبرتكم أن الحركات هي الحروف الحمراء. الألف يناسب الفتحة، يعني أ باللغة الفرنسية. الأ هذا يناسب حركة الإمالة، كما نقدر نقول والضحى. الحي هذا رأيتم. الإي، إي هذا تناسب الكسرة، يعني إي باللغة الفرنسية. أو تناسب أو، أي أو، أو هذا ما عندنا باللغة العربية هذه الحركة. أو تناسب الضمة، الضمة يعني أو. إخوانا الأعزاء المشاهدون هذا الدرس، أهلا ومرحبا بكم في حروفكم الكريمة، حروف الفلانية. هذه الحروف حينما تقرأها وتفهمها ستتعجب ما بها. إنك تستطيع أن تكتب بها أي صوت تريد، أي صوت، أي صوت. لذلك أدعوكم أن تتعلموها معي هنا بكل بساطة. إن شاء الله سأعلمكم إياها باللغة العربية. أي شيء إذا لم تفهموها فاسألوني في سكايبي. أنا أخبرتكم أن سكايب حقي يعني الصديق واحد. هذا كتبته لكم. لذلك أنا أدعوكم أن تعلموا هذه الحروف. كما لاحظتم أن بعض الطلاب في نيجيريا يتعلمونها في الجامعة الإسلامية، وكذلك نحن في الجامعة الإسلامية في السعودية هنا نتعلمها، وهي تدرس في أمريكا وتدرس في كثير من الدول. الآن الباب مفتوح لكم في الإنترنت، ادرسوها وافهموها واستعملوها. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.